بسألكن سؤال وبتمنى من كل قلبي تجاوبوني عليه بالتعليقات. كم مرة اجاكن شعور بالخوف او شعور غير مريح قبل اي مصيبة بتصير معكن؟ انا شخصيا صارت كتير معي. صاحبة هاي الحكاية رح بتعلمنا درس كتير كبير، وهو انه ما نتجاهل اي شعور او حديث عم نحسه جواتنا، لاني هو دائما بيحاول ينقذنا من خطر ونحن مالنا دريانين. صلوا على النبي وجهزوا مشروبكم المفضل، ويلي لسه ما اشترك بالقناة يشترك ليوصلكم كل جديد، وخلونا نبدأ. أنا فريدة، متزوجة وأم ل4 أطفال، وسعيدة بحياتي من فضل رب العالمين علي. وحياتي يعني كانت شبه عادية، بس كنت ساكنة ببناية كتير حلوة فيها 3 طوابق، وبكل طابق في شقتين. ونحن أنا وجاراتي مو بس جارات، كنا أخوة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وكانت أيامنا كتير حلوة، يعني يلي عندي عن جارتي ويلي عن جارتي عندي، يعني بتحس رب العالمين عوضني فيهم وهنن عيلتي التانية. مرت الأيام وإجا يوم كتير صعب علينا. الجارة يلي كانت بالطابق التاني قررت تطلع من البناية لأنه زوجها بيشتغل بمكان كتير بعيد وعم يتعب من الطريق، وقرر إنه ياخد بيت قريب من شغله، منه بيوفر وقت ومنه بيوفر تعب. كان فراقة صعبة علينا، بس هي الحياة، مرة حلوة ومرة مرة. ومرت الأيام وضلت الشقة فاضية مدة 3 شهور. وبعد فترة سمعنا إنه في جارة جديدة رح تسكن، هي وزوجها، متزوجة جديد وما عندها أطفال. وفعلا فقنا بيوم وأنا نازلة عم نزل ولادي بدي ابعتهم على المدرسة، شفت غراض بيت عم تطلع على الطابق الثاني، وهون عرفت إنه الجارة الجديدة اجت. وكنت واقفة على باب البناي وشفتلكن ياها عم بتطلع علي بطريقة كتير صعبة، بس كسرت هي النظرة بإني سلمت عليها وقلت لها يا هلا فيكي. والغريب إنه ما ردت علي، وضلت بس عم بتطلع علي بهديك النظرة. وبعد أسبوعين قرروا الجارات إنه يعملوا جمعة. نحن كل أسبوعين متعودين نعمل جمعة عند وحدة من الجيران، وكان على الحظ دوري. وفعلا حكيت معها وقلت لها إنه تتفضل عندي يوم الخميس حتى نجتمع كلياتنا ونقضي وقت حلو. وفعلا بلشت جهز مشان هداك اليوم، واجا يوم الخميس وصاروا يجوا لعندي وحدة ورا التانية. وبعدها اجت الجارة الجديدة يلي رح نسميها فاطمة، وقعدنا ومن سيرة لسيرة حاولنا نفتح حديث مع فاطمة وتعرفنا عليها. وسبحان الله من لما شفتها حسيت اتجاهها بشعور كتير غريب، فيكن تقولوا عليه خوف، بس خوف من شو ما كنت عم بعرف. ما كنت مرتاحة اتجاهها أبدا. كان شكلها كتير غريب، طويلة كتافها عراض وبتسمع أكتر ما تحكي، وحتى لو كان السؤال موجه إلها بتطول لترد. غريبة كتير هالمرة، وما كنت بعرف إذا بس أنا هيك عم بحس لوحدي ولا الجارات كمان حاسين مثلي. المهم بلشوا الجارات يروحوا وحدة ورا التانية، وضلت بس الجارة يلي ساكنة بالطابق الأول وفاطمة. طلبت من جارتي يلي رح منسميها سلمى يلي ساكنة بالطابق الأول إنه ما تروح لحتى تروح فاطمة من عندي. ولما فاطمة حست إنه سلمى ما رح تروح بسرعة قررت إنه تروح على بيتها. بس قبل ما تروح طلبت مني طلب كتير غريب. قالت لي بتمنى أشوفك بالمرة التانية لحالك، يعني أنا وإنتي بس. أقسم بالله حسيت قلبي صار بين رجلي، شو هالطلب الغريب. ومن خوفي سلمى حست علي وسألتني شبك ودعي المرة رايحة. وأنا قلت لها حبيبتي إن شاء الله بتشرف فيكي وديري بالك على حالك، نورتي. نزلت على بيتها وحكيت لها لسلمى شو صار معي، وقالت لي عادي، يعني ما كتير تدققي على الموضوع. بس أنا حرفيا كنت كتير خايفة. وسبحان الله من بعد هداك الموقف ما بعرف إذا هي صدفة أو قدر، بس دائما كل ما بتقرر فاطمة تجي لعندي ما بكون لوحدي، وهذا الشي بيوترها. وأنا حسيتها عليها كذا مرة، كل ما بتحاول تجي لعندي وبيكون في عندي حدا بتتوتر طريقة كتير صعبة وبتبطل تدخل لعندي.
مرت الأيام والحياة طبيعية، بس في شي لفت نظري بهالجارة. ما بتتعامل مع حدا من الجارات غير معي. يعني إذا سلموا عليها بالكاد ترد عليهم، بس إذا شافتني بتضل بتبتسم، ومو ابتسامة عادية والسلام، لا، ابتسامة كتير غريبة وما بعرف كيف رح أوصلكن ياها. بتحسوا في شي مخبى وراها. وبيوم كنت بالبيت لحالي وولادي بالمدرسة وزوجي بالشغل، وكنت عم حضر الغدا، فجأة سمعت صوت طقطقة بالمفتاح، ورحت بسرعة على الباب. لقيت المفتاح عم يتحرك بالباب من برا. فتحت الباب وما توقعت مين لاقي. أصدقائي، لو وصلتوا لهذا الجزء من الحكاية فعن جد انتوا أقوياء وترفع لكم القبعات. بتمنى منكم ما تنسوني من التعليقات واللايك، وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد. ما بياخد منكم جزء من الثانية، بس بيعطيني دافع اني استمر بالشي اللي عم بعمله. خلونا نرجع. فاطمة واقفة وعم تضحك. قلت لها خير حبيبتي، بدك شي؟ قالت لي آسفة، بس دقيت كذا مرة وشكلك مالك سمعانة. قالت لي شو لحالك؟ اقسم بالله وشي صار اصفر من الرعبة. بتقولوا رب العالمين بعت لي ملاك من السما. نزلت جارتي اللي فوقي وكان بدها تتصل من عندي، ولو تشوفوا وشها لفاطمة كيف صار ألوان، ولا نظراتها إلي مستحيل انساها. وقالت لي انا بدي انزل بشوفك بعدين. ودخلت لعندي هي جارتي اللي بدها تتصل من عندي، وحكيت لها كيف سمعت صوت عند الباب، ولما فتحت قالت لي انه دقت، مع انه اقسم بالله العلي العظيم ما سمعت حدا دق بنوب، بس سمعت صوت الخربشة. قالت لي طولي بالك واستهدي بالرحمن. يا ريت وقفت الامور هون. بعد كم يوم من هذا الموقف يلي صار معي كنت نايمة، وصحيت على صوت خطوات ببيتي. فتحت عيوني سمعت الباب عم ينفتح وبيتسكر. ركضت على باب غرفة ولادي، لقيتهم نايمين الحمد لله، بس لقيت نافذة المطبخ مفتوحة، وأنا متأكدة إني قفلتها قبل ما أنام. صحيت زوجي وحكيت له شو سمعت، ودورنا بالبيت كله وما شفنا شي، بس في زرعة بحطها بالمطبخ لقيتها مقلوبة على الأرض. والمشكلة إنها تقيلة، يعني بدها رجال حتى يقدر يقلبها، وما فهمنا كيف صار هيك. والصبح نزلت عند سلمى وقلت لها شو صار بالليل وكيف الزرعة كانت مقلوبة على الأرض. قالت لي طولي بالك واستهدي بالرحمن. بس يلي صار بعدين بيأكد إنه أنا ما كنت عم بتخيل أو اتوهم. بليلة من الليالي كان زوج سلمى مسافر، وقررت هديك الليلة تنام عندي، ونحن سهرانين بنسمع صوت خبط قوي بالطابق الثاني. طلعت أنا وهي نشوف شو صار، ولقينا المفاجأة. باب بيت فاطمة مفتوح. دخلنا لجوا وشفنا هديك الشوفة. البيت فاضي، لا أساس لا فرش ولا شي، كأنه ما حدا سكن هون أساسا. سألنا البواب وين راحت؟ قال مين هي؟ قلنا له فاطمة الجارة الجديدة. قالنا ما سكن حدا بالطابق الثاني من وقت ما طلعت جارتكن القديمة. وأنا وسلمى اتجمدنا بمكاننا. مين لكن المرة يلي أكلنا وشربنا معها؟ لهالوقت كل ما بمرق من قدام باب الشقة الفاضية بحس نظراتها لفاطمة عم بتلاحقني، وكأنه لسه موجودة مستنية هديك اللحظة يلي نلتقي فيها أنا وهي لوحدنا. أصدقائي، لو وصلتوا لهون فشكرا لكم كتير، وبتمنى من كل قلبي ما تنسوني من دعمكم، لايك وتعليق حلو بيشبهكم، واللي لسه ما اشترك بالقناة يشترك ليوصلكم كل شي جديد. دعمكم إلي كتير بيفرق وبيخليني استمر بالشي اللي أنا عم بقدمه. استنوني بالحكاية الجديدة. سلام.